اسمي سمر، عندي 11 سنة، وبعيش مع عيلتي في بيت في واحدة من القرى الريفية الجميلة اللي بحبها قوي. قريتنا فيها مدرسة بروحها كل يوم أتعلم، وليا أصحاب وجيران بنلعب سوا دايما قدام بيوتنا. حياتي كانت حلوة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة تزعل. دلوقتي خلوني أعرفكم على عيلتي اللي بحبهم وبحترمهم جدا. بابا بيشتغل في الزراعة زي أغلب رجالة القرية، وماما بتهتم بيا وبتحبني قوي، وساعات بحس إنها بتحبني أكتر من إخواتي. عندي 3 إخوات، مرام أختي الكبيرة وعندها 16 سنة، وأخويا مازن عنده 13 سنة، وماجد أخويا الصغير وعنده 8 سنين. كمان ساكن معانا جده وجدتي، وهم من أقرب الناس لقلبي، خصوصا جده اللي كان دايما مهتم بيا. كل حاجة كانت طبيعية لحد السنة اللي فاتت. في السنة اللي فاتت حصلت حاجة ما حدش كان يتوقعها، وحولتنا من عيلة الكل بيحبها لعيلة الكل بيتجنبها. والسبب كان واحد من أفراد العيلة عمري ما تخيلت إنه يكون أكتر شخص بيحبني. ابتدت تحصل حاجات غريبة في القرية، ناس تصحى من النوم تلاقي حد فقد عقله، أو ست فجأة ما تخلفش. كنا بنقول ده قضاء وقدر وربنا أعلم. في يوم من الأيام صحيت قبل الفجر بحوالي ساعة علشان كنت عطشانة، وأنا ماشية في طرقة البيت لاحظت إن باب الحظيرة مفتوح. خفت الحيوانات تهرب فقررت أروح أقفله. وأنا بقرب من الحظيرة سمعت صوت ناس بتتكلم. في الأول افتكرت إن في حرامية، بس لما ركزت اكتشفت إن اللي جوه الحظيرة هو جده. الغريب إن جده كان بيتكلم مع شخص شكله مستخبي ومغطي وشه كأنه مش عايز حد يشوفه. ما سمعتش كل الكلام، بس سمعتهم بيتكلموا عن واحد من أهل القرية. بعد شوية الشخص ده مشي، وجده قفل الحظيرة ورجع البيت. الليلة دي معرفتش أنام. الأسئلة كانت بتلف في دماغي، مين الشخص ده؟ وليه مستخبي؟ وليه بيتكلموا عن حد من القرية؟ الفضول خلاني أقرر أراقب جده وكمان أراقب الشخص اللي اتذكر اسمه في الكلام. بعد حوالي 4 أيام حصلت مصيبة في القرية. الشخص اللي كانوا بيتكلموا عنه جاله عمى، وكمان تعب شديد، والدكاترة قالوا إنه مش هيعيش كتير. ساعتها خفت من جده وحسيت إنه بيعمل حاجات غلط. فضلت أراقبه، وللأسف شفت اللي ما كنتش أتمنى أشوفه. شفت ست مع جده في الحظيرة، والمرة دي سمعت كل الكلام. اكتشفت إن جده كان بيعمل سحر للناس مقابل فلوس. الست دي كانت عايزة تأذي جارتها، وجده أخد منها الفلوس وقال لها إن الأذى هيحصل خلال يومين. ومع مرور الأيام والشهور أهل القرية عرفوا الحقيقة، قرروا يطردونا من القرية وممنوع نرجع تاني. أكتر واحدة اتألمت كنت أنا، علشان خسرت حياتي اللي بحبها، مدرستي وأصحابي وجيراني، وبقينا منبوذين بسبب جده. دلوقتي إحنا عايشين في قرية بعيدة جدا عن قريتنا القديمة. جده ندمان على اللي عمله، بس رغم كده عمره ما رجع محبوب في العيلة، لأنه كان السبب إننا نسيب كل اللي بنحبهم. في القرية الجديدة بروح مدرسة وعملت أصحاب جداد، بس محدش فيهم يعرف سبب انتقالنا لهنا.